تخزين البامية الخضراء زي ما هي هتفضل على لونها طول السنة معاك خضرا زي ما هي. يلا بقى نشوف الطريقة مع بعض ازاي. هنجيب كده مية على النار بتغلي اهي زي ما انت شايفة كده. هحط فيها معلقة سكر، نص معلقة ملح، معلقة خل كبيرة، وهقولك الخل فايدته ايه وكل حاجة فايدتها ايه معايا في الفيديو ان شاء الله. كملي معايا الفيديو للاخر. وهنزل كده بقى بالبامية، قطعيها زي ما انت عايزة، الطريقة اللي بتعجبك قطعها بيها زي ما انت عايزة، قطع صوابع براحتك خالص. هنقلبها كده بالشكل ده في المية اللي بتغلي. هقولك بقى الخل فايدته ايه. الخل بيشيل المادة اللزجة القوي اللي بتبقى في البامية. هتشوفوا معايا ازاي ما بتبقاش فيها اللزوجة اللي بتنط دي. والسكر بيحافظ على لونها كمادة حافظة بالظبط زي اي مادة حافظة، بيخليها لفترة طويلة اهو بالشكل ده. شايفة مفيش مادة لزجة كتير فيها ولا حاجة، جميلة جدا ما شاء الله اهو. هسيبها كده تغلي شوية وتستوي. هسويها نص تسوية لان انا مش عايزاها تسهري قوي، لان لما بتحط في الفريزر الحاجة بتستوي شوية عما انت حطها اهو بالشكل ده كده. بعد ما استوت نص تسوية هاخدها وهصفي عنها المية خالص، واخدها احطها في مية باردة كده مصفى اهو. معايا مية باردة اهي من الحنفية، لو عايزة تحطي مكعبات تلج حطي. هاخد بقى البامية بتاعتي كده واصفيها واحطها في المية الساقعة بالشكل ده كده. شايفة لونها زي ما هو اخضر ازاي، لا اسودت ولا غمق لونها ولا اتغير ولا اي حاجة بالشكل ده كده اهو. وهسيبها بقى لما تبرد خالص معايا كده في المية الباردة. لسه لونها حلو زي ما هو ما شاء الله. بعد ما كده سبتها تبرد في المية الباردة شوية. ولو وصلت معايا لغاية هنا متنسيش تحط لايك للفيديو وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. وطريقة حفظ البامية ان شاء الله تعجبك، وكملي معايا للاخر. هنشوف هنعمل فيها ايه. هاخدها كده بعد كده ما اخدتها وصفتها هعبيها كده في كيس تلاجة وهحفظها معايا في الفريزر، تفضل معاها طول السنة محافظة على لونها وقوامها. هاخدها بقى وقت التسوية احطها في الصلصة على طول، بتبقى معايا طعمها جميل جدا وتحفة وجاهزة معاكم طول السنة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.